أيها السادة والسيدات، سلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم مجددا من هنا من مدينة برشيد لمتابعة واحدة من أهم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الاحترافي ينوي لكرة القدم ومرشد هشام، بالإضافة لمصدق رضا. مباراة يقود الحكم كريم صبري، والحكم الرئيسي لهذه المباراة على مستوى الفار نجد محمد بلوط وأدم الشاجعي، وهما حكم الفار في مباراة اليوم بين اليوسفية والمولودية الوجدية. المولودية الوجدية تعادل في مباراة واحدة وانهزم 3 مرات. اليوسفية انهزم في 4 مباريات، جوج بهم يبحثون عن أول انتصار لهم في البطولة الوطنية. تنطلق هذه المباراة من أقدم لاعبي يوسفية برشيد، الخط الدفاعي الذي يقوده كاجا يوسف والسنغالي ميلون دياي في نادي يوسفية برشيد الارتكاز على قاعدة دفاعية. يتمنى محمد الكيسر أن تؤمن مرمى الحارس هلالي أشرف في هذه المباراة. الانتصار مهم جدا، الانتصار وأهم شيء في هذه المباراة. التعادل لا يعني شيئا سواء لليوسفية أو درجة أقل للمولودية الوجدية. كرة من الطرف الأيمن لكاجا يوسف المدافع يلعبها للأمام نحو مرشد الذي يعطي الكثير من الحلول الهجومية. كرة للأمام نحو الراضي والتغطية من كاجاي. ميلو للحارس هلالي أشرف. رضا مصدق منتهى الهدوء يلعب كرته للملكي، تتحول من جديد من ميلو للامام وتغطيه من دفاع المولودية الوجدية. الحكم يمنح امتياز اللاعب امين سوان في خط الوسط. امين سوان تتحول كره من الطرف الايمن لياسين الفيلالي، يعيدها للمدافع الاوسط حمزه بويمغيت اللي يلعبها من الطرف الايسر والتغطيه من دفاع يوسفية برشيد. الراضي واستخلاص الكرة، الراضي يتوغل، الراضي وإمكانية للتسديد، كرة تسدد لكن التدخل ممتاز والتغطية من دفاع يوسفية برشيد. ضربة زاوية لمصلحة المولودية الوجدية. كانت هذه إمكانية، أسامة الراضي أصر على استخلاص هذه الكرة. أسامة كرة ثابتة لليوسفية، كرة تسدد ممتازة جدا. لم يتولى ويتو رحبي يترك مهام التنفيذ لحمزة عبد العزيز ومن تولى تسديدها بهذه الطريقة. رقم 11 زكريا حمادي، تتحول كرة من جديد للمولودية الوجدية. هناك زيادة عددية، حبيب الله الدحماني، كرة من الطرف الايسر. هناك الدعم حاضر للمولودية، إمكانية تتوه في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع يوسفية برشيد. صناعة كرة وكرة هدف للمولودية الوجدية. عمل كبير لخط الوسط، تحرك ممتاز جدا لحبيب الله الدحماني وأدوار هجومية للاعب على الأطراف ليلعب كرة أرضية. التعادل السلبي 0-0 بين المولودية الوجدية ويوسفية برشيد على امل لقاءكم مع انطلاق الجولة الثانية لتحية سفيان رشيدي. تنطلق الجولة الثانية من المباراة. أقدم لاعبي المولودية الوجدية، ما الذي سيتغير في ثاني جولة هذه المواجهة؟ يتراح بكرة في خط الوسط لحسيني حمزة. جونسون من الطرف الايسر، محمد جونسون يراوغ، يتحول كرة من جليلة وتدخل من الدفاع. تبديل أرضية الملعب بين شوطي هذه المباراة. صراع متواصل على الكرة. يحسن في النهاية ضربة خطأ لمصلحة يوسفية برشيد. في تنفيذ الخطأ لليوسفية، تلعب الكرة في منطقة الجزاء المتابعة بالراس. ما زال الكرة، ما زال يمكن صالح السلامي، صالح يسددها، كرة من ايتو رحبي تولع في منطقة الجزاء. والهدف الأول في المباراة لليوسفية، الهدف استغلال الكرة الثابتة كما يجب، الإصرار للوصول لمرمى المنافس، وهو الهدف الأول. تصبح النتيجة يا السادة هنا في مدينة برشيد 1-0 لليوسفية أمام لمسي وأمام المولودية الوجدية. الهدف الذي يخلصنا من الركود الذي رافق المباراة منذ انطلاقتها. إصرار كبير للوصول للمرمى يترحبي
يلعب كرة كانت انطلاقة لجونسون، والكرة الثانية التي تسدد من طرف بن بو عبد الله عصام والذي يتمكن من تسجيل هذا الهدف. وبعد العودة للفار إلغاء الهدف لمصلحة نادي اليوسفية، وبالتالي الحكم يقول أنه كان تسلل في الكرة الماضية. تلعب كرة للمولودية الوجدية من الطرف الأيمن، وتغطية من دفاع يوسفية برشيد، تغطية لحمزة الملكي يعيدها لمالو. كرة والخطأ الذي قد يكون مكلفا، كرة تسدد إمكانية للمولودية الوجدية وتألق آخر للحارس أشرف الهلالي. أخطاء مثل هذه قلت لكم في البداية قد يعاقب يوسفية برشيد على أخطاء كثيرة ترتكب على مستوى محور خط الدفاع. الكرة كانت في البداية تبدو وكأنها سهلة، لكن لما ضاعت جاريس ياسر ينقل الكرة في منطقة الجزاء، وتدخل دفاع المولودية الوجدية. وهنا كريم صبري يولي المباراة بالتعادل 0-0 بين المولودية الوجدية ويوسفية برشيد. أول نقطة ليوسفية برشيد في بطولة هذه السنة، وثاني نقاط للمولودية الوجدية ظلان معا في المراكز الأخيرة.